في إحساس بيدمر أي طالب في ثانوية عامة، وهو إحساس إنك مش هتلحق. والإحساس ده لو سيطر عليك مش بس هيقلل شغلك، ده هيوقفك خالص. المنهج كبير شوية طب والوقت قليل، يمكن. بس الكارثة مش في الواقع، الكارثة في الصورة اللي في عقلك اللي انت راسمها عن الواقع. كان في طالب اسمه سليم ده فضل طول السنة خايف. كل ما يفتح كتاب أو يجي يذاكر مثلا محاضرة يفتكر اللي وراه واللي قدام. كان دايما بيقول أنا متأخر، أنا مش زي صحابي. وفي شهر 12 قرر يعمل حاجة بسيطة جدا. للعلم سليم ده كان زيك في ثانوية عامة. المهم قرر يعمل حاجة بسيطة جدا، يحط لنفسه خطة ويقسم المنهج على حسب أيام مش على حسب خوف. مركزش في اللي خلصه غيره، ولا ركز في اللي فاضل قد ايه، وفوكس على اللي يخلصه النهارده بس. سليم دخل المراجعات النهائية وهو مرتاح، لأنه بدأ ورمى نفسه. ولكن ما قعدش يندب الحظ يأنب في نفسه ويجلد في ذاته، وحط لنفسه خطة. المهم سليم دخل الامتحان وحل، وكانت الدنيا كلها تمام. الامتحان كان كويس بالنسبة له عشان هو ذاكر. وتخيل يوم نتيجة الثانوية العامة عمل ايه؟ جاب مجموع أعلى من ناس بدأت في شهر 8. بص أنا عايزك تفهم حاجة النهاردة. الموضوع مش بإنك تبدأ الأول أو تبدأ إنك تكون في سبق، لا الموضوع مش كده خالص ولا حاجة. أنا عايزك بس تفهم الثانوية العامة دي لعبة، بس اللي يفهمها صح. الموضوع كله ما كانش بالكم. كل الموضوع اللي حصل مع سليم ما كانش بالكم. الموضوع إن حط لنفسه خطة، رسم لنفسه الطريق، نور لنفسه الطريق عشان يعرف يشوف، لأن الطريق الضلمة مش هتعرف تشوف منه. عمل لنفسه جدول أسبوعي وخطة عشان يعرف يشوف الطريق صح. وده اللي انا بعمله مع الطلاب اللي انا متابع معاهم، بعمل لهم جداول اسبوعيه، وده بيقلل حاجات كتيره جدا زي التشتت والتوهه، وان في طالب عايز يذاكر وعنده قدره انه يذاكر بالعشر وال12 ساعه بس مفيش خطه، فالجدول بيفيده. في طالب ما بيعرفش يوجه نفسه، فبالتالي برضو انا بتابع معاه واحده بواحده. فلك ان تتخيل ان انا بعمل الاتنين مع بعض، بتابع معاك وبحط لك خطه. عايز ايه اكتر من كده؟ عقلك نفسه مش بيخاف من المنهج، عقلك بيخاف من المجهول. المنهج نفسه لما تقسمه لقطع وتشوف نفسك بتعدي مرحلة مرحلة، الخوف والتشتت بيموت والتركيز بيبدأ يتولد من هنا. فإحساس إنك مش هتلحق 70% منه وهم، وال30 التانية سوء تنظيم مش سوء قدرات. خليك مركز كده معايا يا عم الناظر. وربنا سبحانه وتعالى قال ولا مش طيب. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فحقيقي يعني ربنا مش هيحطك في سنة ولا في امتحان ولا في منهج إلا وهو عارف